الفاتح الخاتم المقرب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى المجتبى المحبب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ما لاح بدر وغاب غيهاب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد مريح نصر بالنصر قد هاب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ما سارت العيس بطن سبساب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وكل من للحبيب ينساب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وكل من للنبي صحاب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أدنى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مذهب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وصله وسهل ما قد تصعب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد على البرايا جاها وأرحاب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد أصدق عبد بالحق عرب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. ربي صل على محمد خير الورى منهجا وصواب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ما طير يمن غنى فاضطراب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صلى الله ليغفر لك عليه. الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه. وينصرك الله نصرا عزيزا. صلى الله لقد عليه. جاءك
جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي عليه الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أشرف الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء صلى الله عليك السلام عليك من ربي سلائي صلى الله عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا
السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا محمد السلام عليك طه يا ممجد السلام عليك أحمد يا محمد السلام عليك طه يا ممجد السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء الله نور رسول الله 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 على نور رسول الله 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 على نور رسول الله 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 على نور رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة يا رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة لما ناديت لبينا قدمنا السمع والطاعة يا رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة يا رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة لما ناديت لبينا قدمنا السمع والطاعة اللهم صل وسلم وبارك عليه صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه صلى الله خلق الخلق عليه لحكمه وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أكداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما أجل هذا المن الذي تكرم به المن وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه فتأطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا القضاء بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث برز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى نهضت العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلال صلى الله عليه وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معاني الجنان صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم
فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صل وسلم وبارك عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. صلى الله عليه. من الإيمان قواعد وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. صلى الله وأشهد عليه. أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرد ونفل. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. صلى الله عليه. من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بجل صلوات وأجمعها وأزكى تحيات وأوسائها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية. صلى الله عليه. وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه. صلى الله عليه. بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه. صلى الله عليه. فيهود لنا الشرف الأصلي بوده وحبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وصحبه. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القديم صلى الله بدون عليه. أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم. صلى الله عليه. فازت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين. صلى الله عليه. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من شرب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة. صلى الله عليه. وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه. صلى الله وقد عليه. قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما
أثرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. فكان مستقر في الأصناب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لك البشر صلى الله عليه. ونورا حير الأبكار ظهوره وبار فتعلقت همة الراكب لهذه الحروب بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لن تفي بعشر معشار يوصى بذلك الموصى صلى الله عليه. تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأن لا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام صلى الله ولكن عليه. أنزل إلى تدوير ما حفظت من شر أشرف المخلوقين صلى الله وما عليه. أكرمه الله به في مولدي من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين صلى الله عليه. داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع آمين. ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع آمين. ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فحمدا لرب خصنا بمحمد وأخرجنا من ظلمة ودياجر إلى نور إسلام وعلم وحكمة ويمن وإيمان وخير الأوامر وطهرنا من رجس كفر وحبته وشرك وظلم واقتحام الكبائر أتى بكتاب الله يتلوه داعيا إلى الله بالحسنى وخير البشائر يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي الله الله يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه، والشمائل التي أحسن الشمائل صلى الله عليه، ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه، ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار صلى الله عليه. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله والنور المودع في هذه السورة صلى الله عليه، فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم صلى الله عليه، الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه.
وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه. فضمت وحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها، وحملت برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر في آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور شراك هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. كل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة صلى الله عليه بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات صلى الله عليه. من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور صلى الله عليه. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صل وسلم وبارك عليه. حين قرب أوان وضع هذا الحبيب صلى الله عليه. أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب صلى الله عليه. وأمطار الجود الإلهي على أهل
للوجود تثيج والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور يبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة صلى الله عليه الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السباق الممدود صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا صلى الله عليه. من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأنت العبد الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود صلى الله عليه. فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد ومولانا محمد صلى عليه. Hadiraki Rasulullah dalam atina pakarong da Rasulullah أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. فاضطربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرد واستضيئوا بجمال يا رسول الله فوق في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. لنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. لربي كل حمد جل يحصره العاد إذا حبانا به
الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد آمين مرحبا مرحبا بلغ مقاصدنا يا العين مرحبا مرحبا جد الحسين وهدينا نهج سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونور الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهه مرحبا مرحبا في جوار خير مقعد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد صلوا عليه وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل على محمد. صل عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه. برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء صلى الله بذلك عليه. رفع إلى أن له شرفا على مجده والسماء صلى الله عليه. مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين صلى الله عليه. قبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى اللهم الله صل عليه وسلم وسلم عليه. ولد مختونا مكحولا مقطوع السر صلى الله عليه. تولى ذلك لشرف عند الله أيدي القدرة صلى الله ومع عليه. بروزه إلى هذا العالم دار من العجائب ما يدل على أنه أشرف مخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله وقد عليه. ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت صلى الله لما عليه. ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فسهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب صلى الله حتى عليه. نظرت إلى بعض كسوم الروم قالت
ثم ألبسه وأنجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وكشعريرة عن يميني صلى الله عليه قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب صلى الله عليه كأني ثم عودني الرعب والظلمة والكشعريرة عن يساري صلى الله عليه فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق صلى الله عليه قال فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله صلى الله عليه من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه صلى الله عليه في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم من اللهم صل محاسن عليه الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا صلى الله عليه إلى مكارم الأخلاق سبقا صلى الله عليه ورفقا صلى الله عليه يقول ولا يفعل إلا معروفا صلى الله عليه والحمد المهتوي على المعنى الجزل صلى الله عليه وجابه إجابة معجلة صلى الله عليه الرحيم باليتيم والأرملة صلى ولو الله مسؤولة عليه أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأنقياء من البرية صلى الله عليه مغفرة الطرق والمنازل صلى وبعرف الله ذكره عليه طيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه جامع الصفات الكمالية صلى الله عليه وخلق بأشرف خصوصية صلى الله عليه في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود صلى الله عليه وشانه والعلا في مجده ومكانه صلى الله عليه مجدها أخذت على بعنانه صلى الله عليه في تدوين ما أفاد العلم من وقاع مولد النبي الكريم صلى الله عليه أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله